فيديو من نوعية الفيديوهات اللي بحبها. أول قائدة طائرة، ربانة طائرة، أول طيار سيدة في بوركينا فاسو اتعلمت في المغرب. اتكونت في المغرب أول قائدة طائرة حربية في الجيش في دولة بوركينا فاسو اتعلمت في الجيش. والتلفزيون عندهم بينقل وهي راجعه بقى وهتركب الطياره وتسوق بقى، اول ست تسوق طياره في بوركينا فاسو، وهي واقفه تقول اتعلمت في المغرب وبتتكلم عن المغرب، ودي قوه المغرب. رابح رابح. المغرب القطب الافريقي والعالمي، القطب الافريقي في محيطه الاول، القطب اللي وصل دول الساحل بالمحيط، اللي وقف يقول وزير خارجية مالي أن اللي يعطيك قطرة ماء أعطاك الحياة، فما بالك بمن أعطاك المحيط. في كوتيفوار الشركات المغربية مسيطرة، وهم اللي عاملين 70-80% من البنية التحتية في الملاعب اللي انت شايفها النهاردة دي. الأبناك، شركات المقاولات، مع دول كثيرة جدا، الأسمدة والفوسفات. النهاردة أول، وده له دلالة كبيرة قوي، يعني من الفيديوهات اللي بحبها، لأن المسألة ما هياش تعالي ونحن نمثل إن إفريقيا ما تمثلها والصين للعالم. الكلام بتاع اللي هي متلازمة التمساح دي عجباني قوي، اللي قالها عبده سمار، قال لك الجزائري عنده متلازمة التمساح، فم كبير ودراعات قصيرة. لا، شوف القوة، شوف التأثير، واستنى عشان احكي لك الحكاية. domaine de l'aviation et au Britannique, j'ai compris qu'il n'y avait pas assez de femmes dans le pilotage. Donc j'ai voulu savoir ce qui se passe vraiment, pourquoi les femmes ne s'intéressaient pas à ce métier-là. Tout commence après son brillant succès à l'examen du baccalauréat. Après mon baccalauréat série D, j'ai passé le test de l'armée de l'air avec succès et j'ai été envoyée par la suite au Maroc, à l'école royale de l'air de Marrakech, pour une formation de 3 ans, à l'issue de laquelle j'ai obtenu mon diplôme de pilotage. Je suis rendue en 2018 pour mettre en application tout ce que j'ai appris. Pilote certifié, Honorine Mouyenga est spécialisée dans les missions de transport et ISR, entendez intervention, surveillance et renseignement, participant ainsi au combat des forces terrestres depuis son appareil. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. عاش يا وحش. قالت لك أهو، خدت الباك ورحت المغرب، اتدربت هناك ورجعت طيار، وبتسوق أهو هالدماري وتفر وتور وتفرفر. ده اللي بقول لك عليه. المسألة ما هياش هرطقة، وإحنا أسقطنا الديون عن الفقراء الأفارقة. مفيش حد بيعمل كده في الدنيا إلا القزم الصغير اللي دايما يتلسع على قفاه، على قفاه، على قفاه. مالي تقول له سير ارجد، وبهدلته ومرمدته وهزقته. أي دولة يتدخل فيها، راح في سد النهضة أيام العمامرة اللي عامل زي خنشة البطاطا ده، راح هناك في قضية سد النهضة، مصر قالت له سير ارجد، ما تجيش هنا تاني. كل ما يتدخل في اي قضيه، اتدخل في قضيه سوريا، لرجوع سوريا لجامعه الدول العربيه، قالوا له سير ترجد، واللي ناقش رجوعها السعوديه ودول الخليج. ما يتدخل في قضيه لما يقولوا له سير ترجد. اتدخل في قضيه ليبيا، قالوا له سير ترجد. تمساح بفم، وقضيه فلسطينيه قضيه، وراح هناك في الاخر في الجلفه وهو بيفتتح مشروع في الجلفه، قال لهم اصل هناك اطراف تؤجج الصراع ومش عايزه حل، ولا حل ولا ربط ولا عمل حاجه، ولا قدم لفلسطين حاجه في عز ما هي بتدك، ولا حتى مظاهره مؤيده ولا والو. فم كبير، تمساح. قرقر 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 قرقر. المغرب، ودي مش مقارنه، دي مش مقارنه، لا يقارن القمر بفردة صباط. انما بتوجعوا بس لما اقول الكلمتين دول، بيأججوا مكان الريال اللي شنجريحه. هقولها برا بابا،
شنجريحة أسروه في حرب أنجالة 1 سنة 76 يناير 76. ولما تدخلت الوساطة العربية لإطلاق سراحه ومبارك والسادات وما اعرفش مين ومين، المهم الملك الحسن الثاني الله يرحمه قال لهم ماشي على وجهكم، أطلق سراحه. بس قبل ما يطلقوا سراحهم الضباط المغاربة عشان يذلوهم جابوا الريال بتاع زمان ده اللي عليه النجمة الخماسية، سخنوه وعلى اطياز الضباط على مؤخرتهم، الضباط اللي كان منهم شنجريحة. اللي قال الكلام ده مين؟ أنيس منصور، الكاتب الصحفي الكبير أنيس منصور، في ندوة في جامعة الدول العربية سنة 2005 بحضور مصطفى الفقي سكرتير مبارك للمعلومات، وحضور عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق ورئيس جامعة الدول العربية الأسبق، وحضور الكاتب أنيس منصور. في مداخلة أنيس منصور قال الكلام ده في حضور اللي كان حاضر الندوة بيغطيها صحفي الأستاذ محمد أمين الصحفي الكبير، اللي قال لي الكلام ده في مصر، مصري وآخرين، ومتسجل على شريط كاسيت. فيبدو أن عقدة الريال عاملة مشاكل. المهم نرجع لموضوعنا. المغرب يؤثر بشكل حقيقي وبسياسة رابح اللي قالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. رابح فوصل دول الساحل بالمحيط، وكم هذا كبير لتبادل التجاري وانه يكون قطب. ما هو القطبية مش بالكلام، مش بالبلا زي وجورج واشنطن ونيكولات تاني وكوابيس ومتاريس والكلام البطيخ ده كلام بتاع صغار. واحد واحل في اللوبيا والعدس وقاعد يقول كلام زي ما عملت لك فيديو سابق بتاع الظاهرة التمساحوية دي. واحد واحل في اللوبيا والعدس وقاعد يكلمك عن الفضاء والصين وافريقيا ونمثل لافريقيا ما تمثله الصين والعالم وقرقر. لا، مفيش الكلام ده. القطبية باني احقق شيء. ايه هو؟ ايه رأيك؟ اكون ناس، افتح جامعاتي وتكوين الائمة. كل ائمة المسلمين في افريقيا تقريبا او جلهم يا سيدي بيتكونوا في المغرب مجانا. كل المصاحف اللي في العمق الافريقي، القرآن المترجم اللي بيقروه طبع في مطابع محمد السادس للقرآن الكريم في المحمدية الدار البيضاء. كل خريج الدراسات الإسلامية، وهنا بشوفهم الأفارقة في كل كليات الدراسات الإسلامية على مستوى المملكة فيها أفارقة مجانا. شركات، استثمارات، اللي انت عايز تقوله قوله. فتلقى النتيجة اهو، تعاون رابح. مش انا هنسقط ديون الكحاليش، ده رشاوي كانت. ما هم بانت الحكاية وعطاف قال لنا الحكاية وانت نزلت في الجريدة الرسمية انها ديون من ايام بخروبة لشراء المواقف، وكانت منح في شكل ديون. ما بانت الحكاية، بس هو لازم يتعنطز. العيال الكحاليش الفقراء دول هنسقط ديونهم بقى، واحنا عايزين احنا والصين بقى نشوف لان احنا نمثل افريقيا، احنا الكبار بتوع الكحاليش دول. اي كلام، ما هياش كده، ما بتجيش كده. ده شغل براهش، شغل اقزام، شغل صغار. اما المغرب قطب بموانئه ببنيته التحت. الدول الافريقيه اللي ما عندهاش ملاعب تختار المغرب، هنروح نلعب في المغرب، والمغرب يقول لهم مليون مرحبا، نوادي بإقامة بنقل بكل شيء، 7 نجوم. هي كده بقى، مش بالبلا بلا بلا التمساح ثم نيكولا الثاني جورج واشنطن. كذب فج. حتى أن الجزائري المهتوك الوعي، الجزائري المسحوق الوعي يضحك عليه، هم اللي بيتنظوا عليه. أبو بريكس. مفيش الكلام ده في المغرب. في المغرب ما تشوفش غير ده. المغرب اللي نشروا، لا والله اللي نشروا تلفزيونهم هم بوركينا فاسو. المغرب ما ينشر ولا يتمنن. يا سلام، والله ما نعرف الكلام ده من تلفزيون المغرب.
جل اللي بحكوه لك في العمق الافريقي ما نعرفه من تلفزيون المغرب ولا قريته، وانا صحفي متابع المفروض. يعني انا بتابع، ازعم اني اتابع كل الصحف المغرب يوميا، شغلتي. اقسم بالله ما عرفتها من المغرب، تسمعها من الاخر. انما لو في عند اقزام جنبنا يا ويلي على التمنينا. المغرب والله العظيم ما بنعرف. ده من تلفزيون بوركينا فاسو، مش من عندنا، مش من هنا، مش من المغرب. ما عادوش بقى عملوا وشي اطباء اتكونوا هنا وشي طلبه هنا بيتعلموا. وصديق قال لي معلومه غريبه جدا، السنغال ومالي واظن دوله كمان، السنغال ومالي والجزائر ودوله كمان، السنغال ومالي والجزائر ودوله كمان افريقيه، لهم الحق. لان انا كنت اتكلمت في فيديو سابق عن ان شروط الاقامه هنا صعبه، واذا ما عندكش اقامه ما تقدرش تشتغل. فبعت لي قال لي استاذ فاضل يعني صديق عزيز، بعت قال لي لا ده المساله مش كده، في 4 دول، مالي والسنغال والجزائر وتونس. تونس والجزائر والسنغال ومالي ما لهمش عقد عمل، لا حتى لو ما عندوش اقامه ما يرحلش، زي السوداني مع مصر. في مصر السوداني له حقوق المصري بدون اقامه، ما بيعملش كارت اسمه كارت اقامه، ما عملوا ما عملوش، ويخدم يشتغل في المصالح زيه زي المصري، لكن طبعا ما عدا الجيش والشرطه والكلام ده. لكن اي شغلانه يشتغل زيه زي المصري، ما يقولوش فين اقامتك، ما لا مالوش اقامه. السنغال للعلاقات التاريخيه، ومالي وتونس والجزائر. الجزائر خد بالك، والجزائر مفيش. يعني انا كنت فاكر لان كنت بتكلم عن جزائري والاقامه وما الاقامه، فبعت لي الصديق قال لي لا دول يستثنوا مش زينا. انا لا لازم اقامه، واقامه عمل عشان اشتغل، مش عمل تبقى مش ما اشتغلش. قال لي لا هم حتى لو معهوش اقامه معهوش باسبور ما يترحلش، زيه زي المغربي. اروح اخدم، لان هو كان مشغل معاه حد، قال لي مشغل حد اظن من افريقيا او من الجزائر، قال لي لا ما بدون شغلته ومكتب بدون ما اجيب اذن من الخارجيه والكلام ده، على طول على زيه زي المغربي وتامين وكل حاجه تخيل زيه زي المغربي. فلذلك القوه هنا والحلاوه هنا، وتشوف هنا الافارقه عايشين اخر حلاوه، فيش عنصريه، فيش قله ادب، محلوش فيش الكلام ده، ناس راقيه، ناس شعب لا تملك الا ان تحترمه. الفيديو ده مش من المغرب، الفيديو ده من بوركينا فاسو. ولذلك لما تشوف الناس في كوت ديفوار لقيناهم بيتكلموا الدارجه، لابسين توني المغرب، بيحبوا المغرب، بيتكلموا مع الناس في المغرب. عرفوا ده منين؟ اتاريهم متابعين كويس وقبلتهم المغرب وبينظروا للمغرب بفخر، لان المغرب عامل هناك شغل كبير. والله ما قرينا ده في صحافه المغرب الا اننا فوجئنا بالمؤثرين بينقلوا لنا. لا سمعنا تمنينا ونحن كبار افريقيا ونحن نمثل افريقيا ما تمثل للعالم، وعندنا ديون على الكحاليش دي، خلاص يلا امسحوا الديون. وهي لا ديون ولا نيله، ده كانت رشاوي وراحت اصلا. انت لو تملك دولار عند حد كنت زليته شيء. هو ده الفرق، والفرق واضح وكبير. لذلك قبل ان تخرج من هذا الفيديو يجب ان تقول عمار يا مغرب. دي الحكايه. اشوفكم على خير.